يوجد الكثير من أصحاب البشرة السوداء بالمغرب. لقد ذهبت إلى هناك ولاحظت هذا بأم عيني. المغرب ليس دولة قوقازية، بل يوجد الكثير من أصحاب البشرة الغامقة هناك. وإن السلطات المغربية أصبحت دركية الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضا يجب أن نتحدث عنه. إن الاتحاد الأوروبي يقدمكم على أساس أنكم دولة تريد الاستثمار بإفريقيا، لكنكم حصان طروادة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعاجلا أم آجلا يجب عليكم الاختيار، إما الشرب أو السياقة. وفي نفس الوقت أنتم الأصدقاء المفضلون لإسرائيل، وهذا ما لا أفهمه. كيان محتل يعدم إخوانكم، لكن افعلوا ما تشاءون. لكن أنا لا أجد الأمر طبيعيا. أنتم عشيقة إسرائيل، دركي الاتحاد الأوروبي وكلب حراسته. في وقت ما على السلطات المغربية أن ترى نفسها في المرآة. وإذا كان أخونا وصديقنا متروجينس لا يخبركم بهذا، فنحن سنخبركم به. عليكم أن تروا أنفسكم في المرآة. نحن ننادي بكل وضوح إلى مقاطعة شركة الخطوط الملكية المغربية. وما دامت الحكومة المغربية تمارس دور العاهرة السياسية، أقولها وأعيدها لأنها ليست شتيمة، العاهرة السياسية للاتحاد الأوروبي، فعلينا أن ندخل في دينامية المقاطعة. السلطات المغربية لا يمكنهم أن يخبروننا أنهم يقومون بتطوير إفريقيا، وفي نفس الوقت نجدهم يمارسون دور الدركي للاتحاد الأوروبي. فأنا أقول ما دامت المملكة تتصرف ككلب حراسة الاتحاد الأوروبي بخصوص قضايا الهجرة وقضايا أخرى، فأنا أقول أنه يجب المقاطعة. السلطات المغربية ستفهم مدى غضب الأفارقة عندما نضربهم على جيوبهم، وصدقوني أن الخطوط الملكية تدير الكثير من الأموال على الحكومة. إذا كنتم لا تبحثون عن الاحترام، فاستمروا في تغذية اقتصاد أناس يحتقرونكم، وهنا أتكلم عن السلطات المغربية. وأنا لا أتكلم عن الناس، فقد شاهدت أن هناك بينهم أناس جيدون وأناس سيئون، كما يوجد بيننا أناس سيئون وجيدون. هذا لا علاقة له بلون البشرة. لكن علينا أن نقول أن العنصرية ضد السود هي متوطنة بالدول المغاربية. نقولها بكل بساطة. هل سمعتم تصريحات السفير الكامروني بالمغرب الذي قال بأن المغرب قام بمجهود جبار؟ كل هذا من أجل الدفاع عن المغرب الذي يتعرض لهجوم بسبب هذه الأحداث. هذا السفير الكامروني الذي ذهب لينحني بالمغرب يجب توقيفه. الطريقة التي تتعامل بها الشرطة المغربية مع بعض المهاجرين من جنوب الصحراء، أقسم بربي أنهم لا يستطيعون التعامل معي بنفس الطريقة. في المرة الأخيرة قاموا بتأخير مؤتمر لي، لكن لا أحد بينهم يستطيع أن يأتي أمامي ويقلل الاحترام، لأن هذا يعني الموت بالنسبة لي. إما موتي أم موتهم. لا تقللوا الاحترام. قاطعوا الخطوط الملكية المغربية ما دامت السلطات